السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني كتير، وشكرا على أي كومنت حلو بتكتبوه. لو أول مرة تشوفني، معاك مطبخ مكة للأكلات المصرية، حلو وحادق إن شاء الله. ودعموني لو بكلمة أو بحرف، وإن شاء الله كل إشعار يوصل لكم. وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، وتبقى قناة حلوة بيكم كده، وكل حاجة هقولها لكم بكل حب ومصداقية إن شاء الله. النهاردة بقى نعمل الحواوشي المصري بكل تفاصيله اللي احنا ليل نهار بنبقى هنتجنن عليه، وعايزين نعرف ايه سر الخلطة الجميلة دي. النهاردة حبايب قلبي معانا نص كيلو لحمة. هنشوف هنعمل كام رغيف بيها، ونطلع احلى حواوشي ان شاء الله. هنا كان معانا 2 بصل مبشور، او مثلا ممكن تضربيه في الكبة بس عايزينها ضرب ناعم. وكان دي واحدة فلفل رومي هي اللي كانت عندك 2 مفيش اي مشكلة، وواحدة فلفل حراق. وان شاء الله معانا طماطم وبهارات، وهنشوف هنعمل ايه حبايب قلبي عشان نطلع احلى ان شاء الله حواوشي مع بعض. حطيت البصلتين حبايب قلبي، وحطيت الاتنين طماطم كله مبشورة، والواحدة فلفل رومي، وواحدة فلفل حراق. ودي حبايب قلبي معلقة كبيرة، دي بهارات حواوشي. ودي معلقة كبيرة، النص كيلو بياخد معلقة كبيرة دي ملح. وحطيت نص معلقة شطة عشان انا مش بحبه سبايسي قوي، لازم يعني مش بيحب الحاجة حراقة قوي. عايزاه سبايسي حطي معلقة، مفيش اي مشكلة. ودي حبايب قلبي معلقة ليا مبشورة، علشان ده كان نص كيلو لحمة من الفخدة، كانت حمرة وفتلتها ناعمة. اي قطعية انت بتحبيها تجيبيها حبايب قلبي، بس ممكن تحطي نسبة دهون عند الجزار، بس اللي كانت عندي كانت ناعمة. وحطيت معلقة فلفل أسمر، وحطيت معلقة 7 بهارات، معلقة صغيرة ومعلقة 7 بهارات. وإن شاء الله حبايب قلبي نضرب كل الخلطة الجميلة دي بقى مع بعض. دي مش زي الكفتة حبايب قلبي، الكفتة بنحتاج إن احنا نضربها في الكبة، وبتبقى كده مش شماعة كده. إنما إن شاء الله الحواوشي لا، احنا كل المكونات بنخلطها، بس نكون ضاربين البصل والطماطم كويس جدا. وبعد كده إن شاء الله نخلط كويس جدا لغاية ما تخش مع بعض كده، وتتجانس حبايب قلبي. وأحلى خلطة إن شاء الله الطماطم يا أم مكة حطاها، إن شاء الله هتدوقيها بتديها تسكيرة وطعم حلو جدا جدا، وما تقلقيش منها. وأحلى خلطة حواوشي مش قادرة أقول لكم. لو في حاجات كده بتبقى كبيرة شوية، أنا كنت بقطعها كده، يعني أنا بحب كله مفروم ناعم. وإن شاء الله تطلع معاكي أحلى خلطة حواوشي وعسل عسل إن شاء الله. هنا بقى خلصت أهو، خلطت الكمية كويس جدا، وخلطت بالبهارات وكل حاجة. وده كان معانا عيش بقى حبايب قلبي بلدي، بيبقى وسط كده، بتجيبيه من عند الفرن ولا كبير. أنا ساعات بصراحة بجيب الصغير، بس النهاردة كان معاه كان عنده اللي هو الفران، كان عنده الوسط ده إن شاء الله. ونشوف طلع لنا كام واحد. بنجيب كده قطعة كده، بنلمها كده بإيدينا على هيئة كورة، وبعد كده بنحطها في الرغيف. وإن شاء الله هنحطه بقى ونكمل كل الأرغفة، ونشوف النص كيلو عمل معانا كام. وإن شاء الله حبايب قلبي هنقول لكم على الطريقة الصح لتسوية الحواوشي، لأن ناس كتير جدا بتشتكي منه وبيطلع ناشف معاه. لا، أنا هنا بقى هنخلص وهقول لكم إن شاء الله. هنا كان أول واحد أهو، بصوا خلصت كده وضغطت عليه كده ومليت كل الجوانب، وزي العسل معانا وزي الفل. وهنشوف إن شاء الله إيه الكمية عملت لنا قد ايه. ده يا حبايب قلب العيش ده زي ما قلت لكم كان وسط، ولا كبير قوي ولا صغير. انا بقى ساعات بجيب اللي هو الاصغر شويه، اللي هو بيبقى شبه العيش الشامي، فبيطلع لي 10 ارغفه. انما ده حبايب قلبي عمل لنا 8 ارغفه محترمين ومليانين لحمه وزي العسل. انا كده خلصت الكميه اهم، جم معايا 8 ارغفه. والعيش زي ما قلت لكم حلو، حجمه حلو، اللي هو مش كبير قوي قوي ومش صغير، لا كان وسط. فانا ما لقيتش زي ما قلت لكم الصغير النهارده، فحلو الكميه مش وحشه. وتعالوا بقى مع بعض حبايب قلبي نشوف التسويه الصح ليه. اول حاجه حبايب قلبي، انا بسوي الحواوشي. في ناس بتقولك احنا بنعمله على الطاسه زي كده، بندهنها سمنه او زيت، مفيش اي مشكله، بس انا بحط معلقه زبده عشان بتدي طعم حلو. ونوطي عليه بقى حبايب قلبي في اللحظه دي، مش بنعلي علشان ما يتحرقش مننا، يستوي براحته. بسيبه 10 دقايق بالظبط، وبعد كده على نار هاديه جدا. وبعد كده بصراحه بكمل سواه في الفرن. الحركة دي يا بنات مش بتخليه ينشف معاكي، وبتخليه زي العسل. بصوا، اول ما ياخد اللون الذهبي على نار هادية جدا، بدهن الجزء اللي فوق
فوق برضك زبدة أو زيت زي ما أنتِ عايزة، وبعد كده حبايب قلبي باسيبه حوالي 10 دقايق على نار هادية جدًا، وبعد كده باحطه في صاج وباكمّل تسويته، باتأكد بقى إن اللحمة وكل حاجة اتأكدت. هي كده ممكن تسويه، بس أنا بصراحة جرّبت ده وجرّبت ده، ولقيت إن الطريقة دي أنجح حاجة وما بتخلّيش معاكِ الحواوشي حبايب قلبي ينشف منِّك. ليه يا أم مكة؟ علشان لو إحنا حطيناه مباشرةً في الفرن بينشف معاكِ، وزمان كانوا أهالينا بيجيبوا ورق فوم أو يجيبوا ورق زبدة. لأ، إن شاء الله تعملي الطريقة دي وبيفضل أول واحد لآخر واحد يا بنات معاكم حبايب قلبي، بيفضل طري وزي العسل. هنا أنا خلّصت الكمية كلّها أهي، سويتها زي ما قُلت لكم على كل جانب 10 دقايق، وبندهن بينهم سمنة. عايزة تدهني زيت ما فيش أي مشكلة، بس بتدّيها طعم حلو للأرغفة. وكده كنت حبايب قلبي بُصّوا كنت خلاص كده أنا باوريه لكم أهو، وكنت خلاص إن شاء الله كنت هادخّله الفرن حوالي ر ربع ساعة بالكتير جدًا، أو 14 دقيقة، يعني ما بيكمّلش الربع ساعة. وأول ما بياخد كده تحميصة حلوة كده من فوق، بُصّوا هو كده أنا خلاص كده حطيته الفرن وطلّعته، ونتأكد إن اللحمة كلّها استوت بالكامل باطلّعه. الحركة دي حبايب قلبي بُصّوا بتخلّي إن الأرغفة كلّها طرية، ولو قعد لتاني يوم ولا بقى موضوع إن هو بينشف ولا أي حاجة، بيبقى عسل، عسل. هنا بقى خلّصنا وقدّمنا وعسل وحاجة بقى تحفة، والخلطة إن شاء الله تعجبِك وتعمليها على نُص كيلو لحمة زي ما قُلت لِك، على أي قطعية أنتِ بتحبيها. عندِك لحمة برازيلي ما فيش أي مشكلة، عندِك الخير والسعد كلّه. اتفضّلوا معانا، بُصّوا أنا بادوس عليه أهو، كان طري وزي العسل. اتفضّلوا معانا إن شاء الله من مطبخ مكة، هتقدّم لِك كل جديد. ولايك وفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد. جبر الخواطر على الله حبايب قلبي، ودعّمونا ودعّموا كل القنوات الصغيّرة، إحنا محتاجين دعمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.